حبايبي المسقعه خلاص خلصت اهي. هنغرف بقى نقعد نفطر. والسمك طبعا يعني عاملينه للغدا ان شاء الله. هغرفها وارجع اوريها لكم. بصوا حبايبي استنوا انا عايزه اصور. بصوا حبايبي اهو خلاص انا غرفت كده. هنقعد بقى نفطر. شفتوا بقى حد بيفطر مسقعه؟ تعالوا كلوا معانا. لو عجبتكم المسقعه دي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وهرجع لكم بالسمك ان شاء الله. بصوا حبايبي خرطت البصل اهو. بخرطه كده زي ما بعمله مع البطاطس الني في ني. بيدبل بس ما بحمروش. احط عليه الصلصه تتسبك. احط بقى الخلط. بصوا حبايبي خلاص هي كده دبلت اهي. هحط بقى الطماطم انا حطيت عليها قالب ماجي. هحط بقى عليها شويه ميه مكان القوطه واسيبها بقى تتسبك. واول ما تتسبك احط عليها الفلفل والبتنجان. خلاص كده حبايبي اهي. هغطيها بقى واول ما تتسبك احط لها توابلها وحاجتها. غطيتها خلاص تتسبك بقى وارجع لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الخير. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض سمك صينيه. هنسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سمك اهو احنا جبناه غسلناه وخليناه زي الفل اهو. عملنا الخلطه دي بتاعته. احنا هنعمله صينيه. دي الخلطه عباره عن بصل وطماطم وفلفل. دقين في الهون توم وجميع التوابل بقى اللي عندك. وبنعصر دلوقتي على الخلطه ليمون وهنحط خل ان شاء الله. هنجهز الخلطه وارجع لكم. الخلطه اهي يا حبايبي اهي. هنحيقه اهو دلوقتي. ام مصطفى هي اللي بتحيقه اختي. انا عندها بقى مرخمه عليها بقى لي اسبوع. انتي منوره الدنيا. الله يخليك يا حبيبتي. هي هتملح بقى الباقي عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وهفصل دلوقتي. بصوا حبايبي احنا هنعمل صينيه مسقعه جنب صينيه السمك. في ناس في البيت عايزه مسقعه وناس عايزه السمك. فهنعمل دي ودي. طلعنا الباذنجان اهو. وده خلاص اللي فاضل. هجيب الفلفل بقى هقطعه وارجع لكم. الفلفل هنا حبايبي قطعته بالمقص. هقطع مع بقيه الباذنجان. بص حبايبي بقيه الخلطه كبيناها هنا اهي على الطماطم بتاعته. هنرصه دلوقتي في الصينيه ونقلبها. نقلب دول كده على بعضيهم وبعدين نرص بقى السمك في الصينيه وارجع لكم. بص يا حبايبي بنعمل ايه في الصينيه الاول. نحط طبقه في الصينيه كده عشان نرص عليها السمك عشان ما يتلسعش من تحت. عشان ما يتلسعش من البوتاجاز.
هنحط بقى بقية الخلطة عليه اهو. احنا انا واخواتي بنعشق الخلطة دي، بنغمس بيها كده العيش. ممكن نسيب السمك وناكلها هي. احنا ناس على الفطرة يعني بنعمل بايدينا، ما بنلبسش حاجة في ايدينا، لان احنا بنبقى غسلنا طبعا 500 مرة. طبعا بنبقى غاسلينها كذا مرة، وفي المية طول ما بنغسل في الحاجة فنضيف. احنا بنعمل اكل لنفسنا، فلازم ايدينا تبقى نظيفة وحاجتنا تبقى نظيفة. الزيت دي معصور عليها ليمون ومحطوط عليها خل. الليمون وخل في الدقة. ده الزيت ده. خلاص كده بقى هنحطها بقى على البوتاجاز. احنا حاطين شطة وفلفل اخضر، بس هنحط شوية ايه شطة حمراء اللي هي الشطة البودرة. الشطة اهي يا حبايبي، احنا بنحب الحاجة سبايسي قوي يعني، بنحبها شطة جامدة. هنحطها على البوتاجاز بقى لما تستوي ارجع.